لو انت مدير فني وهتحط خطه وتشكيل لماتش هتعمل ايه؟ هتذاكر الخصم التكتيكات بتاعته، تشوف التحركات، تقفل على مفاتيح اللعب، تشوف نقطه ضعف عشان تخش منها وتشتغل شغل المدير الفني. جراهام بوتر لغى كل الكلام ده وقرر يعمل حاجه تانية خالص. عمل اجتماع مع اللعيبه من 48 ساعه، قال لهم انتوا شايفين نلعب ازاي؟ ده اللي حصل. جراهام بوتر اجتمع باللعيبه في تشيلسي، قال لهم انتوا شايفين ايه انسب طريقه لعب تتعمل عشان تشيلسي يطلع باحسن نتيجه؟ قالوا له نلعب 3-5-2 وهو مشي وراه، والنتيجه خسروا من فولهام 2-1. تشيلسي في 48 ساعه اعلنت عن اقوى صفقه في الدوري الانجليزي، وهي خواو فيليكس او جواو فيليكس اللي جابوه من اتلتيكو مدريد، اللي كان راح ب 120 مليون. لعيب قدراته مهوله مع البرتغال ولعيب معروف جدا امكانياته وما كانش واخد فرصته. راح تشيلسي عشان يحاول يساعد تشيلسي ان هم يحسنوا من اسلوب لعبهم وادائهم في الملعب. طب ايه اللي حصل؟ هنعرف في تفاصيل الفيديو، بس قبل ما نبدا في التفاصيل انزل دلوقتي اعمل لايك والسبسكرايب وخليك جزء من رحلتنا ل 10000 قبل نهايه الميركاتو الشتوي. انا حازم البيومي وده الدوري الانجليزي على الكنبه، فيلا بينا نخش على التفاصيل. تشيلسي بقى لها 8 ماتشات بتخسر، تعادلت ماتش واحد، كسبت ماتش واحد ضد بورنموث، وخسرت بقيه الماتشات كلها من ارسنال ونيوكاسل والسيتي مرتين. بقى لنا كتير بنقول تشيلسي ماشي على سطر وبتسيب سطر، ادائهم مش مقنع، جراهام بوتر مش مقنع، حتى تود بويلي مالك النادي الجديد مش مقنع ولا قادر يحقق طموحات جماهيره. فتشيلسي فاجئتنا كلنا بصفقه خواو فيليكس، اقوى صفقه فعلا في الدوري الانجليزي، لعيب من احسن لعيبه العالم اللي ما كانش واخد حقه اعلاميا. راح تشيلسي عشان يفيد الفريق. اللي حصل على ارض الملعب النهارده ان خواو فيليكس اثبت فشل لعيبه تشيلسي بالكامل. خواو فيليكس جودته فارقه بمراحل وبسنين ضوئيه عن كل لعيبه تشيلسي. كان باين الشوط الاول كله خواو فيليكس هو مصدر الخطوره الوحيد في تشيلسي. على الناحيه الثانيه فولهام هي فريق منظم، كسبت اخر 5 ماتشات، تلعب كره ممتعه جدا، تعمل اداء عظيم على ارض الملعب في جوله في الدوري الانجليزي، حتى مركزهم في الدوري فوق تشيلسي. وكنا متوقعين حتى من الفيديو الاخير ان فولهام هتكسب تشيلسي في الماتش ده في الدوري. الماتش ده مؤجل من الاسبوع السابع اللي كان فيه اضراب عمال لندن وكل ديربيات لندن اتاجلت. فماتش فولهام وتشيلسي هو ماتش ديربي لندني. فولهام نزلت بخطتها المعتاده بتشكيلتها المعتاده مع غياب مهم جدا للسفاح متروفيتش اللي لعب مكانه كارلوس فينسز اللي ما كانش جاب ولا جون في الدوري مع فولهام. ويبدا الماتش تشيلسي عماله بتحاول وفولهام بتحاول، كل فرقه بتلعب لعبها اللي محفوظ، بس فولهام متماسكه جدا على ارض الملعب، فرقه منظمه فاهمه هي بتعمل ايه وبتعرف تدافع وبتعرف تلعب المرتدات. تشيلسي كان مصدر الخطوره الوحيد فيها هو خواو فيليكس. ال 3-5-2 لقينا سبلاكويتا على اليمين ولقينا هال لسه بيلعب على الشمال وقعد كوكوريا دكه، يعني حتى يوم ما قرر يغير في الخطه برضه غير في التشكيل. طب ما تنزل كوكوريا، خلي التجانس بتاع الفريق والمنظومه ماشيه. لعبت قدام هافرتس وخواو فيليكس وراهم ماونت كوفازيتش وزكريا، التشكيل كويس مش وحش، بس انت وقعته بوجود هال ووجود اسبليكويتا. ما تلعب جناحات بتهاجم. اسبليكويتا بقى له 4 سنين بيلعب قلب دفاع، انت ليه تلعبه دلوقتي جناح حتى مش باك؟ عموما فات 25 دقيقه من الماتش، الفريق المنظم على ارض الملعب كان فولهام، قدر فعلا يجيب جون عن طريق ويليان اللاعب السابق لتشيلسي. كانت عرضيه من ناحيه اليمين تلمها ويليان، شفنا وهو بيرقص وشاط خبطت في المدافعين ودخلت في البعيده. سوء تمركز من الدفاع في الضغط على اللي عمل الاسيست وعلى ويليان لما استلم الكوره، وحتى في التمركز او البلوك اللي قدام ويليان وهو بيشوط الكوره على الجون. غلطات بالجمله من تشيلسي سببت الهدف الاول لفريق فولهام. خلص الشوط الاول وشفنا تشيلسي بادئ الشوط الثاني متحمس، وفعلا بعد 4 دقائق جه فاول من ناحيه الشمال، دخل ماونت شاطها في الضيقه كده بخباثه كرويه جدا، خبطت في القائم وردت لكوليبالي جوه السته اللي حطها جون بسهوله، والتعادل لتشيلسي في اول 5 دقائق من الشوط الثاني عشان نقول بس كده تشيلسي هترجع في الماتش. سوء الحظ كان ورا تشيلسي لما لقينا دينيس زكريا بيتصاب بعد 10 دقائق من الشوط الثاني عشان يخرج، وبعدها بدقيقتين سوء الحظ يتواصل. نشوف خواو فيليكس وهو داخل بحماس، لسه اول ماتش ليه في الدوري الانجليزي في تاريخه، ما يعرفش قوانين الدوري الانجليزي بتمشي ازاي في التحكيم، داخل عامل تاكلينج رجله مرفوعه عن الارض، ياخد طرد مباشر. وتبقى البدايه على قد ما كانت مبهره لخواو فيليكس في الشوط الاول، سيئه جدا في الشوط الثاني ان هو يتطرد في اول ماتش ليه مع تشيلسي.
تشيلسي اتشقلبت في 48 ساعه عشان تطبع التيشيرتات بتاعته وتعلن الصفقه وتأيده في الدوري الانجليزي ويلعب الماتش، عشان سوء الحظ يطارده ويطرد في اول ماتش ليه رغم انه كان افضل لاعب في تشيلسي في الشوط الاول. ويستمر فولهام بقى في الضغط واستغل الطرد بتاع تشيلسي وطلع بوبي ديكورتيفا ريد عشان فولهام بعد الطرد وبعد الاصابه بتاعت زكريا وخروجه يستغلوا القصص دي كلها باحراز الهدف الثاني في الدقيقه 75 عن طريق كارلوس فينيسيوس اللي جاب اول جون ليه في الدوري الانجليزي مع فولهام. عرضيه اسيست من اندريس بيريرا، كربون من بتوع دي بروين اللي بيبقى مش مظبوط قوي ويعمل الكيرف اللي رايحه ناحيه الجون وتطلع لبره على البعيده، وكارلوس فينيسيوس يحطها بالهيد يجيب الجون الثاني اللي تكسب بيه فولهام الماتش والثلاث نقط. وطبعا بسبب الطرد وبسبب تغيير طريقه اللعب في تشيلسي ما كانتش موجوده على ارض الملعب، فولهام مسيطره، فولهام اقوى واحسن واكثر تنظيم، وفعلا تقدر تنهي الماتش بالفوز 2-1 وتاخد الثلاث نقط وترفع رصيدها ل 31 نقطه، وتشيلسي تثبت عند 25 نقطه. تشيلسي بقت في المركز العاشر وفولهام في المركز السادس، فريق لسه صاعد للدوري الممتاز وبيعمل اداء رهيب، يقدر يغلب فريق من الكبار زي تشيلسي بالطريقه دي وبالاسلوب ده ويكسب 5 ماتشات متتاليه في الدوري. لازم ندي الريسبكت لفولهام والمدرب بتاعهم ماركو سيلفا اللي بيعمل اداء عظيم جدا مع فولهام. وهنا هيبقى السؤال موجود، تشيلسي وقعها ايه الحل فيه؟ احنا كل فيديو بنتكلم على ان تشيلسي ادائها سيء، تشيلسي محتاجه مدرب، تشيلسي محتاجه لعيبه، تشيلسي محتاجه تشيل ملك النادي لو ينفع. الناس دي كلها مش قادره تعوض لا غياب ابراهيموفيتش ولا غياب توماس توخل ولا اللعيبه اللي هم مشوهم زي روميلو لوكاكو. انت بتمشي لوكاكو ليه وانت ما عندكش مهاجم؟ تشيلسي لغايه النهارده مش لاقيه مهاجم، حتى خواو فيليكس اللي جايبينه هو ما بيلعبش مهاجم 9، هو بيلعب 10. لعيب امكانياته تحفه بس ما ينفعش ان هو يبقى المهاجم الصريح. قصير ومهاري اقرب لميسي، ميسي ما بيلعبش فيرود ولا خواو فيليكس بيلعب فيرود، انت محتاجه كبلاي ميكر ومحتاج فيرود ومحتاج لعيبه نص ومحتاج باكات. ولغايه دلوقتي انا مش فاهم هو ليه بيلعب هال ده، ما انت عندك يا ابني كوكوريا، لعب كوكوريا ولعب الفرقه الاساسيه، انت جايب كوكوريا ده ب 100 مليون وخطفه من السيتي وكانت خناقه عشان تعادوا دكه. طبعا اقاله جراهام بوتر بقت اقرب دلوقتي من اي وقت فات، تود بويلي ممكن يصبر عليه انا مش عارف، ولو صبر عليه اكتر من كده تشيلسي هتغرق اكتر واكتر. اللي انا متاكد منه ان هم هيدعموا كتير في الميركاتو الشتوي السنه دي، تشيلسي معاه الفلوس ومعاه الامكانيات انها تجيب لعيبه قويه جدا، بس مين اللعيبه الجامده اللي ممكن تجي لك في الميركاتو الشتوي؟ انت مفيش لعيب توب فورم تقدر تجيبه في الميركاتو الشتوي في اي فريق في العالم، لان الفريق اللي بيبقى فيه نجم وبيلعب في دوري ابطال مثلا ما ينفعش اللعيب بتاعه ده يمشي لانه مش هيلعب في دوري الابطال بعد كده، لا مع ده ولا مع ده، هيبقى محروم من اللعب في دوري الابطال. يعني من الاخر النادي مش هيستفيد بيه لا اللي اشترى ولا اللي باع، فمحدش هيقدر يجيب صفقات توب زي مثلا خواو فيليكس اللي حصلت. خواو فيليكس النادي مش هيستفيد منه غير في الدوري. عموما تشيلسي يواصل مسلسل نزيف النقاط كالعاده، 9 ماتشات على التوالي، كسب فيهم ماتش واحد على بورنموث الضعيف وتعادل ماتش واحد وخسر كل الماتشات الباقيه، اداء هزيل جدا على ارض الملعب، بقت خارج المنافسه حتى على التاهل لاي بطوله اوروبيه في السنه اللي جايه. نتمنى نشوف عوده تشيلسي تاني مع السته الكبار، لان احنا عارفين انجلترا فيها 6 فرق كبار منهم تشيلسي. بعدم وجود تشيلسي الدوري الانجليزي بيفقد قوه ومتعه معتادين عليها من زمان في الدوري الانجليزي. عموما ده كان ماتش مؤجل من الاسبوع السابع ولسه ما بدأناش في الجوله الجديده او الاسبوع الجديد، ولسه هنتكلم عنهم لما الجوله تبدا. بس اللي كان ناوي يشتري خواو فيليكس في الفانتازي ياجله شويه لانه هيقعد له ماتشين 3 ما يلعبش. وطالما وصلت لحد هنا في الفيديو فتقدر تتابع كل الفيديوهات القديمه للدوري الانجليزي من هنا، او لعشاق الدوري المصري والمناوشات الجميله اللي بين الاهلي والزمالك تقدر تتابعها مع الكابتن باسم المراكبي من هنا، وسلام.